راجع ليا ويا صياد الغزلاني وغرامه واقتحمت بجرأة عالم التمثيل كشرطية حسناء من خلال مسلسل ب 73. هي المغنية والنجمة الجزائرية ريم غزالي. أهلا ومرحبا فيك على شاشة برنامج الحرة وقناة الحرة وبرنامج اليوم. أهلا ومرحبا فيك. مساء الخير جمان، أنا جدا سعيدة اليوم موجودة في برنامج اليوم وعلى قناة الحرة، وبدي مسي كل الناس اللي عم تحضرنا من الجزائر، من المغرب العربي والوطن العربي كله، وحتى اللي برات الوطن العربي. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك معنا. يعني بالبدايه خلينا نبدا من جديدك الفني. عندك يعني ما شاء الله مشاريع فنيه كثيره. خبرينا اول شيء عن الالبوم الغنائي اللي بتحضريه. الألبوم الغنائي اللي عم بحضره يعني هذا الشهر بلشت، يعني عم بشتغل عليه يعني من سنين. كان ينزل بس سينجلز على السوق العربي، لأنه بسبب انشغالاتي الثانية بالإنتاج وبالتمثيل. هلا الألبوم عم بشتغلوا مع شركة جزائرية، شركة الإنتاج الفني باديدو بالجزائر. بدي أحييهم على الثقة اللي أعطوني، اللي دايرينها فيا في الأعمال تاعي الفنية والغنائية. الألبوم من المفروض راح ينزل بشهر 1 2017 مع فيديو كليب جديد لغنية جديدة. هلا عم بسجل، يعني من 3 أيام كنت عم بسجل غنية اسمها الدمعة بالجزائر في استديوهات باديدو، وبعدين رحت على تونس مع المايسترو الكبير محسن الماطري من تونس. سجلت معه كمان غنية مش عارفة شو اسمها وبعدين رجعت على الجزائر، غيرت الشنطة وجيت 10 ساعات على دبي، وهني موجودة معكم اليوم. يعني نشاطات فنية كثيرة، وطبعا يعني وقت مزدحم. كيف يعني بتنظمي وقتك، خاصة أنه أنت أيضا داخلة فيلم جديد اللي هو المرأة الموت اسمه؟ حدثينا أكثر عن هاي التجربة وعن يمكن الزحمة في العمل اللي عندك. هو المرأة الموت نزل تيزر، هو شورت موفي، سينما شورت موفي. بدي احيي أبلا محمد عبد الله واحمد سيفي اللي يشتغلوا معي واللي مرنوني على الاكشن ريل. بكون اول مرأة بتخوض تجربة كممثلة بالأكشن ريل، لأنه الأكشن ريل هو يعني خناقة وضرب، بس مش الأكشن الأمريكاني، لأنه الأكشن الأمريكاني في الإخراج بيكون لقطة بلقطة لقطة بلقطة، بس الطريقة الصينية بتكون كوريغرافي. يعني إذا بتضيعي حركة بتيجي بتيجي بوجهك لا سمح الله. يعني لازم تتمرني منيح، بتكون زي الرقصة بس بتبين أكتر ريل، وهيدا مش موجود بالوطن العربي. كنت أتمنى أنه نشوف تيزر على قناة الحرة، بس ان شاء الله ببعث لكم اياه، بس بخلص ان شاء الله الفيلم ان شاء الله. بس يعني هاي التجربه يمكن راح تكون صعبه، مشاهد حركيه سريعه، كمان في يعني اتجاه نحو العنف، بس يعني العنف اللي هي القتال اللي هي خلينا نقول مدروس او بحركات مدروسه. كيف ممكن اقبلتي على هاي الخطوه؟ ما خفتي انه مثلا يمكن الجمهور صحيح عندك تجارب اكشن، لكن الناس بتشوفك كفتاة حسناء، صعب انه تشوف مثلا او تتخيل بدور عنف او شيء انه ممكن قتالي؟ هو للصراحة يعني احنا تعودنا كثير في الوطن العربي بنشوف اذا كانت بنت حلوة او بدنا نتركها تكون حلوة، لازم تكون الدور يا المسكينة يا بتكون اللي بتخطف الرجال او زوجة مدري شو كذا. انا بدي بغير، بدي يكون لي ستايل معين وبدي فوت بهذه التجربة. ما عندي مشكلة اني بمثل هيك دور، بس بدي يكون كمان مميزة على غير الممثلات يعني العربية. بالرغم انه انا هلا يعني يعتبر وزني زايد عن قبل، لانه انكسرت من اجري، وبالتالي لازم كمان اضعف 10 كيلو لاقدر اكون استرجعت كل اللياقه، لاقدر امثل هيك نوع من الاكشن ريل. بس المرأة الموت التيزر اللي شايفينه مصورينه من شهر، وكمان في شورت موفي نصور بدبي اسمه لونلي مع مخرج مصري. كمان راح اخلص المشاهد هذا الاسبوع ان شاء الله. وفي كمان رعب هيدي السنة موفي، كمان في رعب إن شاء الله. هذه الأيام القادمة راح نحكي، يعني حنبلش
نبلش فيه. وغير هيك يعني كإنتاج فني بالجزائر راح يكون في مسلسل درامي لرمضان، حيكون مسلسل عربي إن شاء الله، راح يكون في مشاركة إماراتية، تونس، المغرب، والجزائر أكيد. والمخرج راح اتركها مفاجأة، يعني أكيد حيكون عربي من المفروض سوري. ان شاء الله رح حابه تصرحي عن اسم المخرج؟ لانه هلا عم نتفاوض مع القناه، سو بدي اتاكد على الموضوع، لا اقدر يعني اعلن رسميا على المسلسل. والبرنامج السنوي اللي عم بحضره بالجزائر على قناه جزائريه كمذيعه، و يعني هو برنامج رح يكون نسائي 100%. طب اول شيء احنا نقول لك الحمد لله على السلامه، طلعتي يعني بالسلامه، تعرضتي يمكن لشيء حادث كسر برجلك، الف سلامه عليك يا رب. لكن رغم هذا ضليتي مكمله بنشاطك وعم بتحضري اكثر من مشروع، يعني شفنا بين البوم وفيلم ومسلسل وكمان برنامج. يعتبروكي بالجزائر وبالوطن العربي فنانه شامله. ليش اخترتي مثلا ما تركزي بشيء معين، الغناء فقط او التمثيل فقط، اخترتي انه هذا الموضوع الفن الشامل او مسمى الفنانه الشامله؟ هو جمان يعني تكون صريحة معك، وقت شاركت ببرامج هواة من 10 سنين وبعدين كفيت المشوار، الناس تعرفت على ريم يمكن مغنية أكثر شيء. بس هو قبل ما فوت على البرنامج بلبنان كنت بقدم برامج على التلفزيون الجزائري، كنت كمان بشتغل بالكاستنج بالبرودكشنز، كنت ملكة جمال الجزائر ب 2004. يعني كل هدول القصص كانت من قبل، وأنا لما بلاقي ستوب لازم بفوت على شغله جديده بحياتي. يعني مثلا هلا يعني صرت بكتب كثير افكار، صرت بلحن لما ما بلاقي مثلا الافكار اللي انا بدي اياها، او بالمسلسلات صرت انا بفوت كمان بالسيناريو، صرت كمان بالاخراج. يمكن حيجي السؤال على مفتش طاهر. نعم رح نحكي عنه بعدين. بس ما خفتي انه تتشتت جهودك بين عده مجالات؟ يعني في ناس مثلا ممكن يكون يعني انه تبرزي بالتمثيل على حساب الغناء او على حساب مثلا نشاطك الاعلامي وغيره وغيره. فكيف قدرتي تحافظي على التوازن بين كل هاي الاشياء؟ هلا انا بالنسبه لي كل تجربه لازم اخوضها عشان اعرف اذا انا متمكنه ولا غير متمكنه. يعني يمكن نفشل، والفشل كمان يخليك انك تزيدي تتعلمي وتقدري لا توصلي للنجاح. ما نقدر نقول اذا احنا قوايا ولا ضعاف في شغله اذا احنا ما جربناها، سو لازم نجربها من الاساس. وبعدين قد ما انا بحب الفن والابداع والافكار وكيف يعني بطلع فكره برنامج، كيف بكتب مسلسل، كيف بلحن غنيه، يعني قصص بتصير معي بحياتي يمكن بتأثر بحياة رفقاتي. مثلا بشوف شيء بحزني، يعني مثلا هلا الغنية الجديدة اسمها الدمعة. الدمعة سالت هي غنية كتير حزينة، ولا مرة شافوني غنيت حزين. وهذا كنت أنا أكتر شيء بدي غنيه. وستايل حيكون كتير جديد على الجمهور. حضرتيها؟ لسه، لانه ستايل كتير جديد وغنى راي، بس راي مودرن طبعا، وكتير حزينه هي، بس لانه عم بشوف كتير مأساة حواليا. بشوف كتير ناس مش عم تتوفق يمكن بالزواج او بالعلاقات، وبالتالي عم نشوف يعني صرنا بعصر كتير سريع وكتير يمكن العلاقات الإنسانية شوي صعبة، عم بتكون مش مثل أول. يمكن نحتاج هذا الشيء إحنا بالوقت الحالي. طيب خلينا نسمع شيء من غرامو، نرجع غرامو مع التعب والمرض اللي أنا فيه. يلا نغرم هلا. طيب وغرام وانا عياني جا في دمع ينساني، وشفافي عدياني وضايع قلبي معاه، عطيتونا قلبي هدية سكنتو في عينايا، ولا 1% ريح قلبي معاه. تيريرا تيرا لا
هاي أغنية كتير حبوها بالجزائر، غرامو، وكمان وبالوطن العربي عم بتكون مسموعة كمان. مزبوط. أيضا يعني غنيتي بعدة لهجات، يعني غنيتي بالمصري، باللهجة ممكن نقول اللبنانية أو هي المشتركة بين بلاد الشام. شو في لهجة عربية أخرى إنه ممكن أو أنت حابة إنه تغني فيها؟ يمكن عبالي غني يمكن خليجي او عراقي، هدول الاغاني اللي لسه ما وصلت انه بجرب اغنيهم بس اذا يعني انبسطوا فيها جمهوري ليش لا يعني. عم بتحضري شيء من هدول الاغاني الخليجيه او العراقيه بالالبوم الجديد؟ لا كله جزائري، كله جزائري. يعني انا بالنسبه لي هلا يعني بدي يعني اشهر لهجه الجزائريه، لانه هلا مع تعدد القناه والفضائيات يعني صار المشاهد مكتفي مثلا بلهجه ان كانت مصريه ولا لبنانيه او سوريه في اهل بلدهم. يعني اذا بتعمليها بتكون بس يعني جاست للفانز والجمهور اللي بيحب مثلا انه دائما الفنان تبعه بيحكي بلهجه البلد. وبالتالي انا بالنسبه لي لازم نغني باللهجه الجزائريه في الوقت الحالي، لانه بالاخر يعني الفنان رساله، وبدي يعرفوا انه ريم غزالي جزائريه الاصل وبتغني باللهجه الجزائريه، وان شاء الله يوصل صوتها بالوطن العربي وباللهجه الجزائريه ان شاء الله. طيب خلينا نتحدث عن تجربة الإخراج اللي بديتي تتحدثي عنها قبل شوي من خلال المفتش طاهر. كانت تجربتك الإخراجية، حدثينا أكثر عن هاي التجربة. هي مفتش طاهر أنا كنت جدا سعيدة، لأنه هذه الشخصية اللي الله يرحمه مفتش طاهر والابخونتي هم من يعني ليجند عندنا بالجزائر بالسينما والتلفزيون الجزائري. وأنا كنت عبر هذه الفكرة اللي طلعت فيها هو إحياء شخصية ميتة عن طريقة 3D، مش الكرتون بس الكابتشر موشن، اللي هي مثل أنه بترجعي يعني بنجيب حدا ممثل. بدي حيي نسيم حدوش إذا عم يشوفنا على التلفزيون، لأنه هو ممثل جزائري وكوميدي كتير معروف وبيعمل دبلجة الأصوات، وهو اللي قلد الأصوات اثنيناتهم تبع البطولة تبع المفتش والابخونتي. وبعدين انا عملت طبعا الدوبلاج تبع الاصوات الاولاد الصغار، لانه كثير بحب اقلد الاولاد الصغار. وفيني اعمل لك هلا لايف. طيب اعملي لنا شيء هيك دوبلاج. بدي اقول لكم انه انا كثير بحبكم، تشوفونا على برنامج اليوم على قناه الحره مع احلى جمعان بس. كان المفروض اخذناها قبل الهوا، طلعت هي التيزر. طيب طموح ريم غزالي لوين ممكن يوصل؟ طبعا ممكن اذا ممكن نحكي باختصار عشان الوقت. باختصار ان شاء الله بدي هذه السنه بالمسلسل الدرامي بدي يكون فتحه عربيه، لانه بعد ما شفتوا تيزر ب 73 اللي كانت من اخراج مجدي سميري من تونس، يعني هلا الفتحه العربيه بالدراما بدي يكون إلي اسم بالوطن العربي، وبعدين ان شاء الله بنروح نشكرك جدا النجمه الجزائريه ريم غزالي، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير نواصل بعده فقراتنا في اليوم على الحرة، ابقوا معنا.